وانا والله محروقه اتكلم. زي ما قلت لكم وما راضي يدفع لي اشي ولا يعطيني حاجه، بيحكي بدي اتحبس، عاوزه اتحبس وانا علي ديون. والله انا محروقه اتكلم، انا مش من النوع ده والله، انا محروقه قوي وعلي ديون وعلي ايجار 4 شهور وعلي ديون ومصاريف الولاد. انا بعت الولاد عند ابوهم عشان مش قادره اصرف عليهم ولا اكلهم ولا اشربهم. والله هاي ده سكني، انا هدخل سكني بس محمد معه مش عارفه وين راح، معه المفتاح. ده سكني، ده سكني، ده سكني يا حبايبي. دقيقه هفتح الباب. يبقى انا معايا المفتاح في ايدي وانا مش واخده بالي. لسه بفتح. خليكم معايا عشان تشوفوا سكني اللي انا قاعده فيه. هي يا ماما هتقعد عندك؟ هتقعد مع صاحبك شويه؟ طب ما تتاخرش. ده سكني، الغسالة الفرن اللي انا اشتريتهم. خليني بس اسكر الباب. كملوني. ده سكني يا حبايبي، ده سكني. شنطة محمد سكني يا حبايبي. ماشي. دي تلاجتي اللي انا اشتريتها، دي اشتريتها من مراسي. ودي الغاز، ودي مطبخ. يعني على قد ما في حد يتريق عليا معلش، ما في حد يتريق، ما في حد. انا اللي بده يشمت فيا كله بتاع ربنا. ماشي. اللي بده يشمت. وهدي سرير. معلش انا حتى الهدوم بتاعتي على الارض، ما فيش خزانه. حتى هدوم على الارض، ما فيش ستاره طبعا هنا. ليش عملت ايه يا محمد؟ ما فيش ستاره هنا. وبتحرج افتح النور عشان في هنا ناس، في جيران هنا جنبي. ما بنفتح النور عشان بعد على طول في الضلمه عشان الناس ما تشوفنا انا والبنت. ولا يشمت فيا يشمت. الله يسهل لكل واحد. شوف صاحبه قول له شويه ماما جايه يا محمد. ايش في مالك؟ مالك يابا؟ تعالى ادخل. تعالى يا بابا. اسمك حسن محمد. ضربك؟ لا. ها اعمل لي اصبع بالنص. عملت له هات. طيب انا بفرج ليك، اصبر على معلش. ماشي ينفع كده؟ مش كده عيب؟ سكر الباب وتعالى. انا يا حبايبي قولوا لي اعمل ايه، واحكوا لي. انا عملنا ليه قعده كتير، وعمي اللي هنا عمل له قعده، واصحابي وجيران هنا الاردنيين وجنبي هنا عارفين بظروفي وعارفين باللي انا فيه.
والناس اللي انا قاعده معاهم محترمين والله، متحملين على الايجار، بس لعند امتى؟ ودول ناس والله ناس بيعزوني وبيحبوني قوي، بس لعند امتى يعني افضل مش ياخدوا الايجار تبعهم؟ فقولوا لي اعمل ايه؟ وبعدين جوزي منع الناس ياخدوا مني اكل، وبقالي والله في حدود كام شهر يعني الحال واقف. يا دوبك الحاجة اللي بتيجي يعني الحاجة اللي بتيجي يعني الطلبية اللي بتيجي اعرف اكل واشرب بيها. انا لحالي انا اعرف اكل واشرب بيها، انا ما بعرف اوفر لجار او الكهرباء ولا كده. فاعذروني انا اختكم في الغربة، وحطوا حالكم مكاني، حطوا حالكم مكاني. يعني مانع رزقتي خالص جوزي، موقف رزقتي موقفها. حسبي الله ونعم الوكيل، الله يهديله حاله. ف قولولي اعمل ايه؟ فانا اختكم، حطوا حالكم مكاني. فانا عشان خاطر الاولاد هدول انا بعتهم عند والدهم، بس بيسيبهم، بيطلع الشغل وبيسيبهم لحالهم بالدار. كمان بيجوا يحكوا يا ماما احنا جعانين، ما بيسيب لنا اكل ولا شرب كمان يعني، ولا قادرة انا اكلهم ولا شربهم، ولا هو كمان بيسيب لهم بالدار اكل ولا شرب. تمام. بس اخر اليوم بيجي من الشغل بيجيب لهم الاكل. يعني مين ام تتحمل ده كله؟ يبقى ابنك قدامك جعان وانت مش قادرة تأكليه ولا تشربيه، وابوه موجود عايش على وش الدنيا وعمال يأذي في امه، يأذي ابنه ذات نفسه، يأذي في ابنه وبيأذي في بنته ونفسية بنته ونفسية عياله. ده أب. أنا مش عارفة أعمل إيه. يعني أنا صعبان عليا العيال، مش حالي، صعبان عليا عيالي، صعبان عليا عيالي اللي أبوهم ليه بيعمل فيهم كده. يعني هم عندك عشان أنا مش قادرة أكلهم ولا أشربهم، بعتهم عندك وما بتدفع نفقة ليا، مش بتدفع نفقة، وعاوزني أشحت زي ما بيحكي للناس. أنا عاوزها تشحت. طب ايه ذنب العيال؟ ايه ذنب العيال اللي مش لاقيه تاكل طول اليوم وانت في الشغل وسايبهم؟ ودي بنتي حبايبي، انا ليا بنت 15 سنه ما ينفعش تقعد في سكن ابوها لحالها طول اليوم. فانا ببعت لاخوها يجيبها، روح هات اختك، ما ينفعش تقعد لحالها، جيبها تقعد معايا وتروح تمتحن وتيجي، وانا مش قادره اكلهم وهو مش عنده اكل طول النهار، يعذب في العيال. والله صل على النبي. خلاص انا مش عارفه احكي شو احكي. ف قولوا لي اعمل ايه، قولوا لي يا جماعه انا اعمل ايه يا حبايبي؟ انا اختكم، وحطوا نفسكم مكاني، حطوا حالكم مكاني وانا اختكم، وقولوا لي اعمل ايه يا حبايبي. يلا سلام عليكم.